دعا فوزي لقجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الصحافة الوطنية عموما والرياضية على وجه الخصوص إلى تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن المغرب والترويج والتعريف بمؤهلاته وبديناميته على المستوى الدولي، سيما أنه بلادنا تستعد لاحتضان مونديال 2030. وقال خلال المنتدى الوطني الأول للصحافة الرياضية أمس السبت: إن الصحافة الرياضية ستلعب دورا مهما في إنجاح تنظيم نهائيات كأس العالم 2030. وأشار إلى أن ترويج الصورة الحقيقية للمغرب يساهم فيها الصحفيون الرياضيون إلى جانب مساهمتهم في نشر ثقافة النجاح في المجال الرياضي. ونوه بدور الصحفي الرياضي في محاربة الأخبار الزائفة وتسليط الضوء على جهود المملكة المتواصلة في كافة المجالات بتعليمات سامية للملك محمد السادس، وخاصة في تطوير قدراتها في خدمة كرة القدم والرياضة بشكل عام. وأضاف إن الصحفي الرياضي سيلعب دورا أساسيا لإنجاح تنظيم نهائيات كأس العالم وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية المرتقبة في المغرب. ونال المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا شرف استضافة تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بعد انسحاب السعودية التي كانت في ملف مشترك مع مصر واليونان، وتنازل دول أمريكا الجنوبية الأرجنتين أوروغواي باراغواي عن الترشح. وسيكون المغرب قبلة لمختلف الجماهير العالمية والعربية والإفريقية، بغية مشاهدة مختلف المباريات التي ستحتضنها الممثلة المغربية في مختلف مدنها، إلى جانب اكتشاف المناطق السياحية التي تتميز بها هذه المدن، ناهيك عن البنيات التحتية التي ستكون على مستوى عال، دون نسيان النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الذي سيعرف ارتفاعا بوتيرة سريعة.